كل مرة بتيجي تروح شغلك أو بتنزل مشوار كلبك بيفضل يهوهو أو بيخرب الدنيا. ده مش عناد ولا قلة تربية، دي حاجة اسمها قلق الانفصال. سبب المشكلة دي إن الفكرة اللي بتكون موجودة في دماغ الكلب هو إن أنت خرجت ومش عارف هترجع إمتى أو هترجع تاني أصلا ولا لأ، فبيبدأ يحس بالخوف والقلق والتوتر، فبالتالي يبدأ يتصرف تصرفات يحاول يفرغ بيها القلق والتوتر ده ويحاول يناديك يمكن ترجع. والحل مش أبدا التجاهل ولا عقاب الكلب على الشعور بالخوف، الحل هو إن احنا نصلح الفكرة اللي في دماغه. وزي ما اتعودنا مع حل أي مشكلة سلوكية فاحنا لازم نتأكد من كذا حاجة. لازم نتأكد الأول إن الكلب ليه روتين يومي منتظم ثابت بنقدر نلبي فيه احتياجاته الجسدية والذهنية والنفسية كمان، بحيث إن احنا نقدر نستبعد الملل والزهق كسبب للسلوك ده. بعد كده بنبدأ تدريب تدريجي على الانفصال لمدد قصيرة جدا ونبدأ نزودها. تبدأ حتى بمجرد إنك تفتح باب البيت وتطلع وتدخل تاني على طول، وتبدأ تزود المدة مرة ورا التانية لحد ما تقدر توصل للمدة اللي انت متعود تغيب فيها بشكل يومي. كمان مهم جدا إن انت تكسر روتينك الشخصي في النزول كل يوم لشغلك او للمشاوير اللي انت بتنزلها. دايما اربط نزولك بمكافأة كبيرة جدا للكلب. وافضل حاجة بحب استخدمها في الحالات اللي زي دي هي لعبة الكونغ، واللي بتبدأ تحشيها اكل وحاجات حلوة جدا للكلب وبتسيبها له وهو بيحاول ان هو يطلع اللي جواها، ودي بتستهلكه جسديا وذهنيا، وبيبدأ يربط نزولك بمكافأة حلوة جدا. كمان من المهم جدا ان انت عند الخروج وعند الرجوع للبيت ما يكونش فيه اي مبالغة في الاستقبال ولا في الوداع. قلق الانفصال او السيبريشن انكزايتي بيكسر قلب الكلب فعلا، لكنه قابل للحل.